السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شفتوا الطفلة حنان اللي عندها 7 سنين واللي حصل لها؟ طفلة في السن ده وتتعرض لاعتداء واغتصاب في السن ده. اللهم احفظنا يا رب العالمين. على لسان الأم وهي اللي روت الحكاية حرف بحرف وإيه اللي حصل. الأم قالت أنا في بيتنا قاعدة عند اليومين اللي كانت قاعداهم عند أمها وما فيش أي حاجة والدنيا تمام، ومعاها بنت تانية غير حنان. قالت إن جارهم اللي عنده 37 سنة كان بيستدرك الطفلة حنان اللي عندها 7 سنين للسطح عشان يغتصبها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطفلة فضلت منهارة من البكاء وعيطت لمامتها، وقالت لما سألوها إن البنت ده أول مرة وكده، البنت انهارت من العياط وقالت لها يا ماما من 4 شهور من ساعة فرح خالتي وهو بيعمل فيا كده. والأم قالت إن أختها متجوزة في شهر 11 اللي فات، يعني تقريبا يا جماعة زي 4 أو 5 شهور. الأم قالت إن حنان كانت دايما تعيط، ولما الجيران البنات اللي في سنها يقولوا لها يا حنان تعالي نطلع على سطح البيت نلعب، البنت كانت تنهار من العياط. وطول ما هي قاعدة تعيط والأم كانت بتقول أنا مش عارفة هي بتعيط ليه، وكنت أنا اللي كنت بغصب عليها إنها تطلع على السطح عشان تلعب. قالت إن جارهم ده ليه أخ سوابق محبوس عليه، اتحكم عليه ب10 سنين سجن، وليه أخ تاني هربان الحكومة بتدور عليه. طبعا في ناس لامت الأم يا جماعة على الموضوع ده، وفي ناس قالوا إن المفروض كان الأم ما تأمنش وما يعني كانت تاخد بالها وما تطلعش بنتها على سطوح البيت. ولا في حاجة اسمها بقى نعرف جيران ولا ما نعرفش جيران يا جماعة. نخلي بالنا من بناتنا كويس قوي قوي قوي. يعني كانت أم حنان بتسيب بنتها حنان 7 سنين وأختها يطلعوا يلعبوا على السطح، الدنيا ما فيهاش أمان يا جماعة. ونخلي بالنا من ولادنا. هنقول حتى الشاب ده أو الراجل ده ليه عذر أو مش متجوز، لا الراجل متجوز يا جماعة وعنده 37 سنة وكمان معاه أولاده ومعاه مراته. ده زي ده إنسان وسخ يعني بكل المقاييس، اعذروني يا جماعة. يعني ليه طفلة بريئة تنهش براءتها؟ ليه تحطمها وتحطم مستقبلها؟ ليه حطمتها؟ وليه طفلة زي كده بتقوم مامتها بتقول إنها بتقوم من النوم على كوابيس طفلة 7 سنين؟ هيفضل الموضوع ده في ذهنها طول العمر. وحاجة يعني هقول إيه، بس ده مش إنسان ولا حتى وصل لدرجة الحيوان ما يعملش كده. ده أكيد مريض. هنقول برضو لا مش مريض، ده هو عنده خلل نفسي وعنده قلة أخلاق وقلة دين. حسبي الله ونعم